احلى صباح ومسا عليك يا صاحبي يا برنس الليالي. يا برنس الليالي يا رمانة الميزان يا هفض فندر قلبي فينك من زمان. طبعا احنا بنشوف افلام اجنبيه كتير وبنلاقي لقطات مشابهه من افلام تاني، زي خد عندك بقى ماتريكس، المهمه المستحيله بتاع توم كروز، عندك ترمينيتور. في افلام بتبقى لها بصمه معينه على السينما العالميه، وده بتخلي المخرج بتاع اي فيلم بيبقى عاوز يعمل نفس اللقطات عنده. بس يا جماعه ده مش تقليد او دي بقى شطاره المخرج، ان هو ياخد نفس اللقطه ويجود من عنده ويعمل شغل اعلى عن الفيديو عن الفيلم التاني. فالحلقه جديده نوعيا في قنوات اجنبيه بتعمل نفس الفيديوهات ديت، فقلنا ليه مصر ما يكسبش يا رجاله. وبحب اذكرك يا صديقي العزيز ان الحلقه ديت هتبقى فيها حرق الاحداث من فيلم فلاش. فلو انت لسه ما شفتش الفيلم، انا عامل فيديو قبل كده هسيب لك الرابط اسفل الفيديو اول التعليقات. والمشاهد ديت بتبقى اسمها ماستر سين، يعني ديت مش حكر على شركه معينه، والشركه اللي بتاخد نفس اللقطات وتجود عليها ده يا جماعه مش تقليد، عشان نكون احنا في الصوره. وعشان ما اطولش عليك يا ابو الصحابه يا غالي، فما تنساش دعمك يا ابو الصحاب يا غالي، انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس والاعجاب بالفيديو. انزل بالانترو حدوته. فننتقل لإذاعة خارجية ومع المشهد الأول كويك سيلفر فيس فلاش. زي ما شفنا رجالة ده المشهد الأول. المشهد الثاني يعتبر مقارب لحد ما، هو مش نفس المشهد بالظبط زي ما شفنا في المشهد الأولاني، لا هي الفكرة معتمدة نفس الحاجة بالظبط، ولكن أعتقد إن المشهد المشابه قوي كان بتاع بلاك آدم، بس المشهد مقارب بشكل ما. وتعالى بقى نشوف المشهد الثاني. زي ما شفنا رجاله في المشهدين الاتنين هتلاقوا قريبين قوي من بعض. ونتنقل هنا بقى لسبايدر مان. انا اول لما شفت اللقطه ديت قلت هو ده سبايدر مان، قعدت ابحث لحد ما لقيت نفس اللقطات المشابهه ليها. وتعالوا بقى معانا نشوف المشهد الاول. وزي ما شفنا رجاله في المشهد ده قريب قوي نفس حركات سبايدر مان. طب تعالوا بقى نشوف المشهد الاخير معانا وهتلاقوه هو بالظبط. احنا عارفين طبعا ان كويك سيلفر هو النسخه بتاعت فلاش في مارفل، دي كانت غريبه شويه. تعالوا بقى نشوف المشهد الاخير.
وانا هنا يا جماعه بقول ان مارفل او دي سي ما يقولوش من بعض، لا دي بتبقى مشهد ماستر سين بس الكل بيبقى عاوز يقلده، عاوز يعمل نفس الحركات ديت وهو يجود من عنده. المخرج الشاطر هو اللي يعمل شغل اعلى من التاني. في كمان مشاهد انا قلت ما عملوش دلوقتي عما ناخد راي الجمهور، بتاعه سوبرمان مان اوف ستيل وسوبر جيرل من فيلم فلاش. هتلاقوا المشهدين دول قريبين جدا من بعض، فلو انتوا عايزين نعمل فيديو ده ما تنساش تعليقك يا صاحبي، وما تنساش دعمك اللي هو غالي قوي عليا، لانك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس والاعجاب بالفيديو. ولو عجبك النمط بتاع الفيديوهات ديت قول لي تحت في التعليقات وهتشوف شغل عالي. واشوفكم في الفيديوهات اللي جايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جود باي اند جود نايت.